ده هو يويا، عيل غلبان تعبان مليان، بيكون واقف في الشارع وبيلاقي الناس بتضايق البنت ديت، فبتاخده الحماسه وبيروح عليها عشان ينقذها، فبيقول لهم سيبوها واوعى حد يقرب منها. فالواد بيقول له ايه، مش سامعك كويس كده، عيد اللي انت قلته تاني. مش عاوز اقول لك ان هو اتحط عليه يا صديقي، انت كان مالك ومال الكلام ده كله، بس هي دي الرجوله اللي احنا عاوزينها، والصوت على طول بتيجي والعيال بيطلعوا يجروا بكل سرعتهم. ايه ياد منك ليه؟ مش كنتوا عاملين نفسكم رجاله من شويه وفي الاخر طلعتوا شويه خرفان ولا ايه؟ وساعتها الناس بتتجمع عليه عشان يفوقوه، والواد بيقوم وبيقول لهم انا كويس ما تخافوش عليا، وبياخد بعضه ويمشي. المهم البنت بتقف وتبص له بصه اعجاب كده، وايوه هو اللي في بالك. وبنروح مع بطلنا وهو ماشي كده، والمعلم بيطلع اللي جواه وبيقول وانا كنت صغير كنت كل يوم بتضرب، واصحابي اللي في المدرسه كل يوم بيضربوني، مش بس كده كمان ابويا وامي هما كمان ما كانوش بيحبوني لاني كنت تخين قوي وشكلي وحش على الاخر، والوحيد اللي واقف جنبي وساعدني هو جدي. ولما كبرت وبقيت في الاعدادي ما اكتفوش بكده، لا بقيت اتضرب كل يوم، وده كله عشان شكله مش حلو، وجدي اللي كان بيدافع عني مات وسابني، بس كتب البيت دوت باسمي قبل ما يموت، عشان كده جيت على هنا بعد لما ابويا وامي طردوني. ايه يا عم انا قلت نتكلم معاك شويه بس مش كده يعني. تاني يوم بيروح على المدرسه والعيال مش سايبينه تنمر، والواد بياخد بعضه ويمشي ويبعد عنهم، بس العيال مش سايبينه برضك، وبيروحوا ويقولوا له انت رايح فين يالا، تعالى لما نلعب معاك شويه، وبينزلوا عليه ضرب في كل حته، والواد مش عارف يعمل اي حاجه، واخوه واخته هما كمان بيتفرجوا عليه وعاملين نفسهم من بنها ولا كانه يفرق معاهم. لا كده كتير قوي، هو كان عمل لكم ايه عشان تعملوا فيه كده؟ بس تمام استحمل بقى اللي جاي انت وهو، عشان هتشوف احسن قصه انتقام هتحصل دلوقتي. والواد بيرجع البيت ويشوف اي حاجه ياكلها، بس بيشوف نفسه وبيقرف اكتر، وبيروح عند المرايه وبيقعد يلعن اليوم اللي اتولد فيه، وبيضرب المرايه بكل قوته، وهوبا واحده بتيجي في الجدار وعلى طول بيفتح باب قدامه. اها هو ده اللي كنا مستنيينه من بدري، وبيخش وبيعرف ان ديت هي غرفه جده، وبيلاقي حاجات غريبه جدا اول مره يشوفها، بس عينيه بتقع على باب كده، والواد بيروح على طول هناك وبيفتحه، وهنا كانت الصدمه. اول لما بيخش بيطلع له رساله غريبه جدا، والواد بيتعب على الاخر. بس ده مش بيفكرك بحاجه يا صديقي؟ ايوه هو ده النظام، وهنا بدات قصه اعظم تحول. وعلى طول بيبدا يقرا التعليمات اللي موجوده، واول حاجه بتقول له مبروك اتنقلت لعالم جديد خلاص ومختلف عن اللي انت كنت فيه. بس ازاي يعني؟ انا دخلت من الباب دوت، بس ازاي اتنقلت لعالم جديد؟ لكن بتظهر له رسائل كتيره قوي تقول له القدرات بتاعته وكل حاجه ممكن يعملها. والواد بيخاف اكتر وبيقول انا ايه اللي جابني هنا، ويبص جنبه يلاقي رساله موجوده وبيجي يقراها، بس بيلاقيها بلغه غريبه جدا ومش بيقدر يفهم اي حاجه. بس ده كله مش هيوقفنا، على طول بتظهر له مهاره وبتحول له الرساله دي للغه بتاعته وبيقدر يفهمها. ايه السهوله دي يا ابني؟ والرساله بيكون موجود فيها انا صاحب البيت والحديقه ديت، واللي هيلاقي الرساله ديت معناه ان البيت ده بتاعه خلاص، ويعتبر هو هنا الملك ومفيش حد هيقدر يخش هنا مهما حصل. الواد ساعتها بيفرح جدا وبيقول يعني البيت ده بقى بتاعي خلاص، ويبص جنبه بيلاقي اسلحه كتير موجوده، وبيشوف سيف كده وبيطلع بابا يجربه، بس الفاشل هيتنيه طول عمره فاشل. المعلم بيقع على الارض على طول، لكن في رساله بتجيله بتقول له مبروك يا عم كسبت فن المبارزه، وبيقوم ويبدا يجرب، وفعلا بيعرف يستخدمه، وعلى طول بيبدا يجرب كل الاسلحه اللي موجوده ويتعلمهم كلهم. ولما بيخلص بيفتح حاجه كده وبيقدر يخزن فيها كل الادوات اللي موجوده، لكن فجاه بيسمع صوت حيوان جنبه، والواد بيترعب جدا وبيقول خلاص دي شكلها النهايه. لكن انت نسيت بسرعه ليه كده؟ فاكر الرساله اللي لقاها ومكتوب فيها ان مفيش حد هيقدر يخش البيت دوت مهما حصل؟ وفعلا حصل، الوحش لما بيهجم الحاجز بيتفعل ويمنعه ان هو يخش، ويويا وقتها بيكون مرعوب وبيشجع نفسه وبيطلع سلاحه، وهوبا واحده بتخرمه. ايه القوه دي كلها يا ابني؟ لكن الموضوع مش بيعدي بالسهل كده، طاقه الوحش دي بتتبخر وبتروح عند بطلنا، وعلى طول بتظهر له ادوات، والادوات ديت معناها ان خبرته زادت، والمعلم مش بيكون عارف يعمل ايه، وبيروح على البيت، بس اول ما بيقرب منه بيلاقي في فلوس بتظهر قدامه. ايه الحلاوه ديت يا ابني؟ والفلوس ديت هي المكافاه بتاعته عشان قدر يقتل الوحش دوت، وكمان يقدر يستخدمها في العالم بتاعه. وخلاص كده يا عم ما تشتغلش خالص، كل يوم تيجي هنا وتموت واحد او اتنين وخلاص هتبقى اغنى واحد موجود في العالم. والمهم بيرجع بيته عشان ينام، لكن هو نايم بتحصل له حاجات غريبه في جسمه، والمعلم مش بيفرق معاه الكلام ده كله وبيكمل نوم. تاني يوم بنشوف واحد اول مره نشوفه، نعم انه التحول الاعظم يا ساده، بس عاوز حد يقنعني ازاي كده، بس ما علينا الكاتب عاوز كده. واول ما بيقوم بيلاقي هدومه وسعت عليه، بس المعلم ولا فارق معاه، بيروح عند المرايه، بس انت كسفتها امبارح عشان ما تشوفش شكلك. والواد ساعتها بيقول احسن برضك او ما اشوفش وش زي كل يوم، بس انا عاوز اقول لك لو شفت شكلك دلوقتي مش هتقوم من قدامها. بس على طول بيروح للعالم التاني وبيشوف اي حاجه يلبسها وبيروح يزرع في الحديقه بتاعته، لكن بيشوف الوحش الكبير دوت، وهوبا واحده بتريحه. ايوه هو ده اللي
احنا عاوزينه، وبيتنى على كده طول الاجازه، لكن لسه ما يعرفش ان جسمه اتغير، وكمان بياخد فلوس ويروح يعمل بدله عشان يلبسها، وخلاص الدراسه هتبدا بعد شويه. وفي اخر يوم والمعلم ماشي كده بيطلع له وحش كبير شايف نفسه عليه، بس على مين يا غلبان؟ جالك يويا الفنان، واحده بتطير دماغه. وهنا هتبدا متعه الانمي، وانا عارف ان البدايه طولت، لكن ده كله تمهيد للعظمه اللي انت هتشوفها. وعلى طول المدرسه بتبدا والمعلم بيتشيك على الاخر وبيروح على هناك، والكل لما بيشوفه بينبهر وبيقول الواد الحلوه دوت جه منين؟ لكن شكلكم ما شفتونيش يا صديقي. المهم اخواته هما كمان بييجوا وما بيكونوش عارفين هو مين دوت، والعيال اللي كانت بتضرب فيه كل يوم بيجوا له وبيقولوا له انت مين يالا؟ احنا اول مره نشوفك هنا. المعلم بيقول ده كتير قوي، انتوا مش فاكريني ولا ايه؟ انا يويا اللي كنت بتضرب كل يوم. والكل بيتفاجئ ازاي عيل منتن زي يويا هيبقى بالحلاوه ديت. والواد مش بيكون فاهم اي حاجه وبيجي على الحمام عشان يشوف اللي بيحصل، واول لما بيوصل هناك بيشوف نفسه بالمنظر دوت. وانا كده اخدت الصدمه يعني. عاوز تقنعني ان هو مش حاسس باي حاجه لغايه دلوقتي؟ بس ما علينا، الكاتب عاوز كده. المهم اخواته بيروحوا له وبيقولوا له انت ازاي بقيت كده في يومين؟ الواد بيعرف ان ده اكيد بسبب العالم التاني اللي بيروحوا، بس مش بيقول لاي حد خالص. وهما بيتكلموا بتخش عليه عربيه من بتوع الاغنياء، تنزل منها البنت القمر ديت وبتقول له عاوزاك في كلمتين. والواد بيستغرب جدا وبيقول لها انت عرفتني منين اصلا؟ فبتقول له انا البنت اللي انت انقذتها قبل كده. والواد بيصطدم اكتر وبيقول لها انت عرفتني منين بعد ما اتحولت بالشكل دوت؟ بيقول لها انت عاوزه مني ايه يعني؟ فبتقول له بص يا عم انا جاي اشكرك على المساعده اللي انت عملتها معايا، وعاوزك تيجي تنضم للمدرسه بتاعتنا، وديت احسن مدرسه موجوده في المدينه ديت. والواد مش بيصدقها برضك، بيقول لها اكيد مش هيقبلوا واحد كحيان زيي. بس البنت بتقاطعه وبتقول له اوعى تقول على نفسك كده، الاشخاص الشجعان اللي زيك هم بس اللي المفروض ينضموا لينا. لكن اخواته مش بيعدوا الموضوع بالساهل وبيقولوا لها خدينا احنا احسن منه وعندنا مهارات اكتر منه. بس الكلام ده كله مش بيخش عليها، وبتقول لهم في احلامكم انا عارفه كل اللي انتوا بتعملوه كويس، اوعى الكسفه اللي انت فيها يا حازم. والمهم البنت بتاخد المعلم بتاعنا وبيركب العربيه معاها وبيروح عند مدير المدرسه، والمدير بيقول له انا مش عارف اشكرك ازاي يا ابني، انت اللي انقذت بنتي، بس اول حاجه كده انا عاوزك تنضم للمدرسه بتاعتنا. بس الواد بيقول له مش هينفع انضم ليكم، انا موهبتي اقل من الناس اللي موجوده هنا. لكن المدير بيقول له اوعى تقول على نفسك كده، في وقت لما بنتي كانت في موقف صعب مفيش حد اتدخل وانقذها غيرك انت، وده معناه ان انت احسن منهم كلهم. والواد فعلا بيتاثر، والمدير بيقول له كعبون ليك عشان انقذت بنتي، انا هدفع لك كل المصاريف بتاعتك وما تقلقش من اي حاجه، روح دلوقتي على المدرسه وجرب الدنيا هناك، ولو الموضوع عجبك اعتبر نفسك بقيت فيها خلاص. بابا على طول بيخبط وبتخش عليه المدرسه ديت، والمدير بيعرفها عليه وبيقول لها هو ده الطالب الجديد اللي هينضم لينا، عرفيه على المدرسه كويس وخدي بالك منه. بتقول له تمام سيبها عليا، وبعدين بيروح على الفصل بتاعه بس بيفضل بره، والمدرسه بتخش تعرف الطلاب ان في واحد هينضم ليهم، والمعلم بيكون واقف بره قلقان جدا وخايف ان هم يتنمروا عليه زي المدرسه التانيه. بس المدرسه بتناديله، واول لما بيخش العيال كلها بتكون مبهوره بجماله وحلاوته وبيتنوم يبصوا له، والواد بيحس ان في حاجه غلط ومش فاهم هما بيعملوا كده ليه. بس ما علينا، بيخش ويقعد في الاخر. وعاوز اقول لك ان اصلا ناس بتقعد هنا يا صديقي وانا كنت منهم، والبنت دي على طول بتديله الكتاب عشان يبص معاها، وبعد الحصه على طول البنات بيتجمعوا حواليه ومش سايبينه في حاله، والواد بيكون متدهول على عينه ومش عارف يعمل ايه. بس في واحد بيخش ينقذه من الموقف دوت وبيقول لهم سيبوه، ده اول يوم ليه هنا، سيبوه يفتح شويه، وبياخدوا على المطعم دوت بس مش عاوزك تنصدم عشان الاكل هنا ببلاش. والواد بيقول انا دخلت الجنه ولا ايه؟ بس صاحبه بيقول له انت بتقول ايه يا عم، دي اقل حاجه موجوده هنا. وهما ماشيين كده بيلاقي واحد قاعد على الترابيزه ديت وبيتعرفوا عليه وبيكونوا اصحاب خلاص. وكده اول يوم عدى والدنيا كانت اخر جمدان. في اخر اليوم بيروح عند المدير وبيقول له انا كنت خايف ادرس هنا عشان الناس ما تتنمرش عليا، بس اول لما شفت الطلبه والمعامله الحلوه اللي هم بيعملوها انا خلاص قررت اكمل وعاوزك تساعدني. المدير بيقول له ما تقلقش من حاجه يا عم، انا مش هسيبك لوحدك، انا شفت ناس كتير طول عمري بس لما شفتك عرفت ان انت مش زي اي واحد، وانت اكيد تستحق ان انت تكون في المدرسه ديت، واعتبر الموضوع ده خلص خلاص. والواد بيفرح جدا وبيشكره ويسيبه يمشي. وهو طالع كده بيقابل حبيبه القلب ديت وبتقول له تعالى نمشي شويه، يا بختك يا ابن المحظوظه، ايه العسل والجمال دوت. والبنت بتبدا تعرف على كل الاماكن اللي موجوده في المدينه، والواد بيكون مش مصدق نفسه وحاسس ان هو في حلم، وبيشوف محل بيبيع ايس كريم وبيروح يشتري منه. وهم قاعدين الواد بيسالها وبيقول لها انا عاوز اعرف انت عرفتني ازاي قبل كده حتى بعد ما شكلي اتغير. والبنت بتستغرب من سؤاله كده وبتقول له عرفتك من عينيك الحلوه ديت، اول لما شفت عينيك عرفتك على طول، بالرغم من ان جسمك اتغير الا ان عينيك لسه بريئه وجميله زي ما هي. والواد بيتحرك جامد ومش بيكون عارف يعمل ايه، بس البنت تسكت على قد كده، ده بتقوم وتاكل من الاكل بتاعه وهو كمان بياخد حته. شايفين الحلاوه ديت مش زي العرسان بتوعنا، تحس ان هم رايحين عزا. المهم المعلم بيرجع البيت وبيجهز نفسه عشان يخش العالم التاني، وبيلبس بدلته وبينزل على الوحوش وبيخلص على اي حد بيقف قدامه وبيجمع كل المواد اللي موجوده، والدنيا كانت ماشيه معاه على الاخر. بس بيبدا يلاحظ ان مستواه بيزيد بشكل ابطا، فبيتحمس
بس كده وبيفتح باب الحديقه بتاعته وقرر ان هو يخش الغابه لاول مره واستعد عشان العظمه هتبدا دلوقتي. بس فجاه بيسمع صوت جامد قوي جاي من هناك والواد بيجري بكل سرعته، واول لما بيوصل هناك بيلاقي الجثث ماليه المكان وفي وحش كبير واقف ناحيه البنت ديت وخلاص هيقتلها، لكن الواد على طول بيطلع الرمح بتاعه وبيضربه، بس الغول بيصد هجمته وبيفكر ان هو كسب كده، لكن ده عندها يالا يويا بينزل عليه من فوق وبيديله واحده برجليه بتنيمه. ايوه هو ده الجمدان ولا بلاش. الواد على طول بيروح عند البنت يطمن عليها، لكن الغول بيجي من وراه وبيديله واحده بيطيره. الواد ساعتها بيقوم له وبيقول له شكل الذوق مش جايب معاك نتيجه، استحمل بقى يا حالتها، وبيطير عليه وبيطلع القوس بتاعه وبوم، لكن الغول بيقدر يصدها. بس على مين يالا؟ يويا هيفطر بيك النهارده. بيطلع السيف بتاعه وبيديله واحده بتريحه من الدنيا ديت. ايوه هو ده البطل بتاعنا. وبيجي على البنت يشوف مالها، بس بيلاقيها مغمى عليها، وساعتها بيسمع صوت الجنود بتوعها بيدوروا عليها في كل مكان، فبيستخبى في اي حته عشان ما حدش ياخد باله. وانت اكيد بتسالني مين ديت وبتعمل ايه هنا، عشان كده ركز معايا عشان التلجي خلاص. تاني يوم يويا كان قاعد في البيت بتاعه وبيرتب هدومه، بس بيلاقي ان هو ما عندوش هدوم يلبسها خالص غير القميص اللي هو لابسه دوت. بس عاوزك تعرف ان ده مش زي اي قميص، ده مش بيتوسخ خالص، وبيحس ان هو لازم يروح يشتري كذا حته كده ويظبط بها نفسه. واول لما بيوصل هناك الناس كلها بتقعد تبص له ومحسسني ان هو بيكيف عز شبابه، والواد مش بيكون فاهم اي حاجه كالعاده، فبياخد بعضه ويجري ويشوف ايه اللي عاوزه ويمشي من هنا بسرعه. في الوقت دوت كان في مصور مشهور جدا وكان عامل جلسه تصوير في المول، والبنت اللي هتصور جت وجهزت وحطت المكياج بتاعها وبقت على سنجة 10. اما الواد اللي هيصور معاها لسه ما جاش، فالمدير مش بيعجبه الكلام ده كله وبيفضل يزعق وكان قلب الدنيا حرفيا. لما بيهدى بيقول اهم حاجه في الشغل دوت هو الالتزام، وادام الواد دوت شايف نفسه علينا فانا مش هحله وهشوف اي حد تاني يشتغل مكانه. بس الناس بتقول له هتشوف حد هنا ازاي، بس هو بيقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا انا هتصرف. وبنرجع تاني للمعلم يويا وهو كان قاعد يشوف الهدوم اللي هيشتريها، بس بيخش عليه البنتين دمت وبيقولوا له احنا عاوزين نتعرف عليك، بس صاحبنا عنده رهاب اجتماعي زي حالاتي، وبيمشي ويسيبهم وبيلاقي السلم دوت وبينزل بيه. وفي نفس الوقت المدير هو كمان كان على السلم اللي قصاده، واول لما بيشوفه مش بيصدق اللي شايفه وبيقول هو ده اللي انا عاوزه، هو ده اللي هكسر بيه الدنيا. وبيروح لعنده بسرعه وبيقول له على كل حاجه وان هم عاوزين مساعدته عشان يصور معاهم. صاحبنا الغلبان اول لما بيشوف المشكله بتاعتهم بيوافق يساعدهم، والتصوير بدا. ومش عاوز اقول لك ان الناس كلها اللي في المول سابت اللي بتشتريه وراحوا هناك يشوفوهم هم بيتصوروا، وجمالهم كان هابل الناس كلها، والمعلم كان محوج على الاخر. والمدير بيستغل الفرصه وبيغفله واحده كده ويتنهم على كده طول اليوم. والواد بيلاحظ ان الشغلانه دي متعبه جدا وبيقول انا كان مالي ومال الكلام ده كله، بس تعالى معايا كده لما نروح للعالم التاني ونشوف البنت اللي انقذها يويا فائت وكانت قاعده تفكر فيه وتقول انا متاكده ان انا شفت الشخص اللي انقذني ولازم انا اروح ادور عليه واشكره. بس الحراس بيقول لها انت رايحه فين، المنطقه دي مفيش حد عايش فيها، بس هي مش بيفرق معاها الكلام ده كله وبتصمم انها تروح على هناك. وبنرجع تاني لعمنا يويا اللي كان قاعد بيتكلم مع البنت اللي بيصور معاها وبيقول لها انت ازاي شاطره قوي كده، انا اول مره اشوف حد شاطر بالطريقه ديت. بس هي بتقول له كله بيجي مع الوقت، واهم حاجه ان انت تكون عندك هدف ولازم تحققه، واكيد بعد شويه هتبقى احسن مني كمان. الواد ساعتها بيتبسط من كلامها وبيحس ان هي عانت كتير زيه، وبتطلع منديلها وبتدوله عشان يمسح العرق بتاعه، بس هو مش بيرضى ياخده منها وبيقول لها ده بتاعك انت مش هينفع اخده والله. لكن ساعتها بيظهر الواد اللي كان المفروض يصور معاها وبيكون متكبر قوي وشايف نفسه حبتين، والناس اول لما بتشوفه بيقعدوا يصوتوا من الفرحه بتاعتهم، والواد بيتغر اكتر وبيروح عند البنت ويقول لها انت مش بترد على مكالماتك ليه، بيفضل يضايق فيها اكتر، والبنت مش بتكون عارفه تعمل اي حاجه ويدوس على المنديل بتاعها. ويويا ساعتها بيتعصب وبيروح له ويقول له البنت مش عاوزه تتكلم معاك ويلا امشي من هنا دلوقتي، بس الواد بكل بجاحه بيقول له انت مالك انت، وبيروح عشان يضربه، بس دي شكلها عيلت خالص. يويا ساعتها بيديله واحده بيكسر بالارض. ايوه هو ده اللي انا كنت مستنيه عشان مش بحب الواد ده بصراحه. والواد بيكون في نص هدومه ومش عارف يعمل اي حاجه، والناس اللي كانت بتحييه بيروحوا عند يويا ويبداوا يحييه هو، والمدير هو كمان بيخش في الموضوع وبيقول له انت يا حسال انت، انا كنت مسجل كل اللي حصل في الكاميرا ديت ولو شفتك هنا تاني مش هرحمك وهحبسك وقتي. الواد ساعتها بيخاف وبيطلع يجري، والمدير بيروح عند يويا ويشكره على اللي عمله وبيقول له طول عمره كان مفكر نفسه حاجه بس انت جيت وعلمته الادب، والبنت هي كمان بتيجي تشكره على اللي عمله معاها وازاي ان هو دافع عنها، انت كنت عامل ايه يا ابني مخلي الناس كلها تكرهك كده. والمهم بعد كده المدير بيعرض على يويا ان هو ينضم ليهم ويكون عارض الازياء بتاعهم، بس الواد بيشكره على العرض بتاعه وبيقول له للاسف انا مش هينفع اشتغل دلوقتي ما عنديش وقت للكلام ده كله، بس انا مبسوط ان انا قابلتك وشفت الناس زيكم. والمدير بيقول له خلاص بس هتاخد الهدوم ديت هديه ليك عشان اللي انت عملته، فالواد بيوافق وبيقول له تمام وبيروح بعد كده على البيت بتاعه، والبنت والمدير هما كمان بيركبوا العربيه بتاعتهم وبيمشوا على مكان تاني، بس كان واضح جدا ان البنت وقعت خلاص. هتقول له وقعت في ايه؟ هقول لك في حب اكيد، امال احنا بنلعب ولا ايه؟
في الوقت دوت يويا راح على البيت بتاعه وعلق الهدوم بتاعته وجهز نفسه عشان يقتل شويه وحوش في الغابه. لكن في نفس الوقت دوت الوحوش حصرت البنت ديت والجنود اللي معاها مره تانية، والجنود بيكونوا عاوزين ينسحبوا لكن مش هيعرفوا يعملوا اي حاجه قدام العدد ده كله، والبنت هي كمان وحش حاصرها وخلاص هتموت. بس ده كله عند الهلفوت. يويا بيجي وبيديله واحده بيطيره، اللي بعده اللي بيقف قدامه مش بيرحمه، يمين شمال شغال، والواد كان مقفل اللعبه خالص. ومش بس كده كمان، ده بيروح عند المصابين وبيقدر ان هو يعالجهم. ايه الجمدان ده كله يا جدع؟ والكل كان واقف مصدوم، ده انسان زينا ولا من كوكب تاني؟ وفعلا هو من كوكب تاني. لكن البنت بتروح له وتقول له شكرا ليك عشان انقذتني انا وكل جنودي، بس انا عاوزاك تتجوزني دلوقتي. يا حلاوه، دي شكلها هتلعب على الاخر. والواد بينصدم والجنود بتوعها بينصدموا، وانا وانت اكيد بننصدم. ورئيس الحراس بيقول لها بتعملي ايه؟ الله يخرب بيتك، انت اتهبلت ولا ايه؟ وبعدين هي في بنت تروح تتقدم لواحد؟ هي الدنيا حصل لها ايه؟ بس ده كله ولا بيفرق معاها. والبنت بتروح له وبتقول له انا عارفه ان انت اللي انقذتني قبل كده، ومن ساعتها مش بنام الليالي وانت على طول في بالي. هي بنت تعدل شويه وما كناش واعي قوي كده، بس الواد بيلاقي الموضوع هيطول فبياخدهم على البيت عنده وبيعمل لهم شاي وبيظبطهم على الاخر. والبنت بتبدا تعرف نفسها وتقول له انا اسمي اليكسيا واكون اميره لدوله كبيره هنا. والواد لما بيعرف ان هي اميره بيتعب جدا، بيقول لها حقك عليا لو كنت غلطت معاك في الكلام وانا مش اخد بالي. البنت بتقول له ولا يهمك يا غالي، قلبي معاك في العلالي. وبتقرب من الواد اكتر وبتقول له هتتجوزني ولا ايه؟ بس الواد بيقول لها مش هينفع والله، انا ما عنديش مشاعر من ناحيتك، بس ده ما يمنعش ان هو يحصل في يوم من الايام. لا مش سهل برضك، هو هيسيبها بالسهوله ديت؟ البنت بتقول له عندك حق فعلا، اي قصه حب لو كانت سهله في البدايه مش هيبقى لها طعم خالص، بس انا مش هسيبك برضك وخلينا دلوقتي نبقى اصحاب. موافق ان انت تكون صاحبي؟ الواد بيتكسف كعادته وبيقول لها اللي انت شايفاه. والبنت بتفرح جدا وبيقرروا ان هم يرجعوا على القصر بتاعهم. وقائد الجنود بعدها بيروح ليويا وبيكون عاوز يروح معاهم القصر لان الملك عاوز يشكره عشان انقذ بنته، بس يويا بيرفض طلبه وبيقول له معلش خليها مره تانية. فالقائد بيقول له تمام وبعدها بيمشي. والبنت بتمشي هي كمان تقول له وهي ماشيه هستناك المره الجايه واكيد هتتجوزني وربنا يكون في عونك يا ابني. وفي نفس الوقت كان في واحد قاعد زعلان جدا، وده لانه بعت كل الجنود بتوعه عشان يقتلوا اليسكيا، بس الوحوش قابلتهم وقتلهم كلهم. وهو دلوقتي مستغرب ازاي الوحوش ما قتلوهاش هي كمان، وبيحس ان في حاجه غلط، وده طبعا بفضل المعلم يويا. وفي الوقت دوت الواد بيرجع للعالم بتاعه تاني، بيلبس هدومه وبيروح على المدرسه بتاعته، وكل اللي بيشوفه في الشارع بيعجب بيه، والشارع كله بقى مليان معجبات. والله يرحم، ده انت كنت بتخاف تبص لنفسك في المرايه. والمهم بعدها الواد بيوصل على المدرسه وبيقعد مكانه والكل بيرحب بيه. وبعدها حصه الالعاب بتبدا ويويا كان قاعد على السلم بيتفرج عليهم. بتجيله بنت اسمها كايدي وبتقعد تتكلم معاه وهو كمان بيتكلم معاها. في الوقت دوت الكره بتتصاد غلط وبتيجي ناحيه كايدي، والبنت بتصوت وخلاص الكره هتيجي فيها، بس يويا بيلف جسمه وبيبعد الكرة عنها بسرعة وبتخش جون كمان، والكل بيكون مصدوم. وبعدها بيطلع على الفصل تاني والمدرس عمال يشرح في حصة النحو والواد مش فاهم أي حاجة، وبيبص للعيال وهما بيلعبوا تحت وكاروي بيتشاور له وهو كمان بيشاور لها. لكن فجأة في عصابة بتيجي وبتخش المدرسة بالموتوسيكلات بتاعتهم. المدرس بيترعب وبيقول لهم الباقي مع نفسكم وبيسيبهم ويمشي. ومدير المدرسة هو كمان راح مشوار، والعيال استغلت إن هو مش هنا وهجموا على المدرسة. والبنت بتقف قدامهم لوحدها وتقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا ودخلتوا هنا ليه؟ وساعتها اخوات يويا بيظهروا وبيقولوا لها عشان ننتقم منك، جيت عندنا واستهزأت بينا وكمان اخدت اخونا الفاشل دوت ودخلتيه هنا، مع ان ده كله كان حلمنا وانت جيت وبوظت كل حاجه، عشان كده لازم تتعاقبي هنا. لكن البنت بتقول لهم الشرطه هتيجي بعد شويه، هتعملوا ايه ساعتها؟ بس العيال بيكون عامله حسابها في كل حاجه وبيقولوا لها هتاخد وقت عقبال لما تيجي ووقتها هنكون خطفناكي، وبيأمروا شويه من العصابه ان هم يروحوا ويخطفوها. وفي الوقت دوت يويا كان لسه فوق ومش فاهم ايه اللي بيحصل، بيقرر ان هو يروح وينقذ البنت ديت. لكن مره واحده رجليه تقف وعماله ترعش، وبيفتكر العيال دومت هما بيتنمروا عليه قبل كده ومش بيكون قادر يعمل اي حاجه والدنيا عماله تلف بيه ولسه هيقع. بيفزع نفسه بالقلم وبيفوق وبيقول انا كده تمام، بيروح عند الشباك وبينط منه والعيال كلها بتكون مصدومه، ده الدور الرابع يا ابني، بس مع بطلنا مفيش حاجه اسمها مستحيل. والواد بينزل نزله اسطوريه وبيخش عليهم واي حد بيقابله مش بيرحمه، بيزود سرعته وبيكسر عظمهم. اللي بعده وساعتها بيظهر له واحد بغل كده ومش عارف هما جابوه منين، وبيقف قدامه وبيقول له ورينا هتهرب ازاي، وبياخد الوضعيه بتاعته. وبصراحه انا مش فاكر الرياضه دي اسمها ايه، ولو حد عارف يكتب في التعليقات. وبيجري على يويا بكل قوته، وتخيل معايا كده ان هو يحصل له حاجه ولا معايا يا صديقي؟ لا والله، بيوقفه مكانه وبيقول له وقتك خلص يلا، وبيديله واحده بيطيره، وبعدها بيروح على البنت يطمن عليها. لكن زعيم العصابه بيتعصب جدا وبيهجم عليه بالموتوسيكل بتاعه، لكن يويا بيتفادى الهجمه بتاعته. بس الواد مش سهل برضك، بيحاول يويا ويكون خلاص هيخبطه، لكن الواد بينط لفوق بسرعه، وزعيم العصابه مش بيقدر يتحكم في الموتوسيكل بتاعه وبيقعد جنب اخواته. هي دي بقى العصابه
العصابه اللي كانت عامله رعب للناس كلها، او بطلنا خلص عليها في ثواني. وبعدها الشرطه بتيجي وبيقبضوا على كل اللي كان واقف، لكن البنت بتحس ان هي دايخه، تعمل نفسها تقع، والواد بيجري عليها عشان يمسكها، وشكلها بتتفرج على توك كتير. في الوقت دوت اخوات يويا كانوا متعصبين على الاخر وقعدوا يشتموا في العصابه، والزعيم بيسمع والكلام مش بيعجبه، وبيروح عند الواد وبيمسكه ويخنقه، واخته بتحاول تدافع عنه بس هو بيديله واحده بيطيبها، والواد عمال يصرخ بقى على صوته بس مفيش حد راضي يساعده، وزعيم العصابه بيضغط عليه اكتر وخلاص هيقتله، لكن هوبا يويا بيجي بيرمي زعيم العصابه بايده وبيقدر ينقذ الواد، والزعيم بيتعصب وبيقوم بسرعه عشان يضربه، بس هي واحده بصباعه بتخليه يعملها على نفسه وعلى وضعك يا زماله. وبعدها اخوه بيساله انت لحقتني ليه؟ انا ما استحقش ان انت عملته عشاني، بس الواد بيقول له انا ما اقدرش استغنى عن حد من عيلتي، واهم حاجه دلوقتي ان انت كويس. والعيال ساعتها بتعيط وبيعتذروا له على كل حاجه. وبعد كام يوم كده يويا بيرجع للعالم بتاعه وبيجهز نفسه وبيطلع عشان يصطاد في الوحوش ويعلي مستواه كمان، وكمان بيلم حاجته وبيخش جوه الغابه اكتر، واي وحش بيقابله بيخلص عليه وبياخد كل اسلحته وبيكون خلاص هيمشي، لكن فجاه بيسمع صوت كلب جاي من الغابه وبيروح هناك عشان يلحقه، واول لما بيوصل بيلاقي وحش كبير بيضربه والكلب مش عارف يعمل معاه اي حاجه. يويا وقتها بيبص على احصائيات الوحش دوت وبيلاقي اعلى منه بكتير قوي، بيكون عاوز يساعد الكلب لكن مش هيقدر يعمل حاجه قدام الوحش دوت، بس ساعتها بيسمع صوت الكلب وهو بيصرخ مره تانية، والواد مش بيقدر يستحمل وبيقول لو كان جدي هنا ما كانش هيمشي ويسيبه، وبيجمع كل طاقته في الرمح بتاعه وبيرميه على الوحش بكل قوته وبيجري عليه هو كمان بالسيف عشان يقتله، لكن الوحش كان مات اصلا، وشكل الاسلحه دي قويه جدا. وبعدها يويا بيلحق الكلب ويديله جرعه من الدواء اللي معاه، وعلى طول الجرح بتاعه بيخف ويفوق بسرعه، والواد ساعتها بيساله انت كنت بتعمل ايه هنا يا عم انت؟ وبعدين سايب لي كل الوحوش دي كلها وجاي تحارب الوحش دوت، وانت في دماغك حاجه ولا ايه؟ والكلب بيكون صعبان عليه نفسه مش عارف يقول له اي حاجه، والواد بيقول له هو انت عندك عيله ام واب يعني؟ الكلب بيقول له لا، ووقتها بيقرر ان هو يربيه وياخده عنده في البيت، والكلب لما بيعرف بيكون مبسوط جدا وساعتها بيسميه نايتو، واحلى نايتو ده ولا ايه؟ بيرجع تاني للبيت بتاعه وبيقرر ان هو يروح المدرسه وبيسيب الكلب في البيت عشان يحرسه، وبعد كده بيروح على الفصل يقابل صحابه بيعرفهم ان هو جاب كلب جديد وبيسالهم على مكان يشتروا له اكل والحاجات ديت، فقايد بتعرض عليه مساعده، والواد طبعا بيكون مبسوط وبيخلص كل حاجه بيعملها وبيرجع تاني على البيت بتاعه وبيلبس نايتو القلاده ديت لزوم الشياكه يعني، وبيطلعوا هما الاثنين يتمشوا بره، وهما بيتمشوا الكل كان عمال يبص لهم كده ايه الواد الجامد دوت وايه الكلب الحلو دوت، بس وهما ماشيين بيقابلوا كافوي صدفه وبتسلم عليهم وهي فرحانه جدا عشان شافتهم، ويويا كمان بيعرفها على نايتو والبنت حبته من اول نظره، لكن هوبا مين اللي بيظهر؟ ايوه هي دي عارضه الازياء اللي كانت بتصور معاه وشكلها كده هتولع يا صاحبي، والبنت بتيجي وبتسلم عليه ولسه هيتكلموا الناس كلها بيتعرفوا عليها لانها مشهوره جدا، فالبنت بتستاذن وتمشي بتقول له خليها في وقت تاني وبالمره كل وحدك. بدأناها ضرب من تحت لتحت ولا ايه؟ وتخيل ان الموضوع يقف عند كده يا صديقي؟ لا والله، كافي لما بتسمع الكلام ده كله بتكون زعلانه جدا ومفكره ان يويا بيحبها وبتساله اذا كان بيقابلها، بس الواد بيقول لها لا احنا مجرد اصحاب برضك، طب الامال اللي في العالم التاني دي تبقى ايه؟ بس البنت الغلبانه بتصدقه وقلبها بينبض من تاني، لكن فجاه وهم واقفين بيسمعوا صوت واحده عجوزه بتصرخ وفي حرامي سرق شنطتها وطلع يجري منها، والواد بياخد باله من الحرامي وبيأمر نايت ان هو يروح ويجيب الشنطه، بيروحوا هما الاثنين عند الست العجوزه عشان يشوفوها مالها، والست كانت كويسه بس كانت زعلانه جدا عشان شنطتها ضاعت، والواد بيقول لها ما تقلقيش يا حاجه انا هرجعها لك تاني، بس الست بتقول له دفع كل الفلوس يا ابني، فبيقول لها ما تقلقيش يا حاجه انا هرجعها لك، وبعدها نايتو بيجيب الحرامي من قفاه وبيجره قدام الناس كلها، والبنت هي كمان بتطلع تليفونها وترن على الشرطه، والحرامي اول لما بيسمع اسم الشرطه بيتجنن وبيطلع سكينه ويقطع بقى هدومه وبيطير على البنت عشان يقتلها، ومتخيل كده ان هو يقدر يلمسها وصاحبنا موجود ده عند المجنون. يويا بيمسك دراعه وبيكسره ويثبته مكانه وبيقول له اثبت يالا لا اما مش هرحمك، والكل كان بيتفرج ومصدوم من الواد وجمدانه، وبعدها الشرطه بتيجي وبتاخد الحرامي والدنيا كانت تمام التمام، والبنت بتشكر يويا عشان لحقها وانقذها، وبعد كده كل واحد بيروح على بيته، وتاني يوم الرجاله دخلوا على العالم التاني، مش عاوز اقول لك ان هم كسروا الدنيا حرفيا، والعيال شغاله يقتلوا مع بعض ومش راحمين حد نهائي، ونايتو كان شغال الله ينور ومش راحم حد خالص، صغير بس يحير، والاتنين طاقتهم عماله تزيد وبيقتلوا في الوحوش اكتر واكتر، ومش بس كده لا ده نايتو بيشوف وحش قدامه وما سماش عليه وفضل يضرب فيه لحد لما قتله، والواد بيطلع كل القهر اللي جواه وبيخلص على اي وحش بيقابله وبيفضل على الحال دوت فتره طويله، والواد بيقرر يخش جوه الغابه اكتر ويشوف وحوش تانيه، لكن فجاه بيسمع صوت وحش السحر قوي جدا وشكله مرعب لابعد الحدود، والوحش هو كمان بياخد باله منه وشكلك وقعت يا صاحبي ومحدش هيسمع عليك، والواد بيفكر يهرب ويمشي من هنا بسرعه، بس الوحش ساعتها بيجيله مفيش حل قدامك لازم تحارب دلوقتي، والواد فعلا بيسمع الكلام وبيبدا يقتل الوحش ده بكل قوته، ونايتو هو كمان بيهجم
بيهجم عليه، بس الوحش مش سهل برضك، بيستخدم عنصر الميه والنار وبيدمجهم مع بعض ومش بيخلي اي حد يقرب منه. والواد بعدها بيفكر في طريقه عشان يقتله وبيقول له ان نايتو خلال اي فرصه وانا ههجم عليه. والواد فعلا بيسمع كلامه وبيصغر حجمه ويبدا يشتت الوحش ده بكل قوته، والوحش مش بيكون شايف اي حد قدامه خالص، بيطلع نار وبيدمر بقى المكان بالكامل، لكن ده كله ملوش اي لازمه. نايتو سريع جدا والوحش مش قادر عليه خالص، والكلب بيهجم على الوحش مره واحده وبيقدر ان هو يصيبه، والواد ساعتها بيستغل الفرصه وبيروح على الوحش وبيقدر ان هو يقتله. نعم انها العظمه يا الساده، ولانهم قدروا يقتلوا الوحش دوت مستواهم زاد كمان وكمان، بيقولوا كفايه لحد كده النهارده ويلا عشان نروح. لكن فجاه بيظهر لهم كهف مخفي في المكان دوت، والواد بيقول تعالى لما نروح ونشوف فيه ايه بالظبط. واول لما بيدخلوا النار بتقيد لوحدها قدامهم ويتنوا ماشيين وبيوصلوا لاخر الكهف وبيلاقوا جثه هناك، والواد بيقرب منها وبيشوف كتاب سحر هناك وبيكون مكتوب عليه الناسي. واول لما بيفتحوا الواد بينصدم من اللي موجود جواه، بيقول الكتاب ده مش طبيعي خالص، ده بيقدر يعرف كل حاجه عن يويا، هو نفسه في ايه وعاوز ايه بالظبط، وبيقول له ليويا اتمنى اي حاجه عاوز تتعلمها وكل حاجه تتكتب هنا. والواد وقتها بيتمنى كتاب سحر عشان يبقى اقوى من كده، والكتاب بيتغير وفعلا بيطلع كتاب سحر قدامه، بس الكتاب وقتها بيقول له انت مش هتقدر تستخدم السحر ده طول حياتك، وده لانك انت مش من العالم دوت، انت من عالم تاني وجسمك ما فيهوش اي مسارات سحريه خالص، وعشان كده انا هديك هديه وهتدعي لي بعدها، هتاخد مسارات الناسك السحريه ودي تعتبر كنز قومي ومن اقوى المسارات اللي موجوده في العالم. الواد ساعتها مش مصدق نفسه ولا فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط، وبيقرر يرجع البيت بتاعه، ولما بيوصل هناك بيستخدم طاقته السحريه، والواد فعلا بيحس بالمسارات بتاعته وفعلا بتظهر له مهاره جديده، وايوه هي دي مهاره السحر اللي هو عاوزها، وبيقعد يدرس ويشوف هي بتشتغل ازاي، وبعدين بياخد الكلب بتاعه وبيطلع يجربها بره وبيبدا يتخيل السحر زي ما كان موجود في الكتاب، وفعلا بيقدر يطلعه. ونايتو هو كمان بيقول له مش انت لوحدك اللي بتعرف تعملها، وعلى طول بيكون سحر زيه بالظبط وبيضرب السحر بتاعهم في الشجره اللي قدامهم، وهوبا المكان كله اتدمر بالكامل. ايه العظمه دي يا جدعان، وشكل الدنيا هتقلب مجزره من دلوقتي. وبعدها بقى من جانب تاني كان قائد الحراس راح عند الملك وعرفه بكل حاجه وقال له بنتك عرضت الجواز على يويا، والكل ساعتها بيكون مصدوم، والملك اول لما بيسمع سيره الجواز بيتعصب جدا وبيقعد يزعق ويكسر في القصر كله، بيكون مفكر ان الواد هو اللي ضحك عليها ولعب بعقلها، بس انت ما شفتش بنتك عملت ايه بالظبط يا جدع. وما علينا، المهم يويا بيرجع على المدرسه بتاعته بيفضل يفكر في السحر وازاي يستخدمه كويس، وبيقطع تفكيره المدرسه وبتقول لهم احنا هنروح نخيم لمده 4 ايام في الغابه، والطلاب ساعتها بيتقسموا لفرق وكل فريق بيتكون من 4 اشخاص، وفريق يويا بيكون فيه الواد ابو شعر اصفر دوت وكايدي والبنت تانية كمان. وفجاه يويا بيقول لهم ان هو محتاج يشتري شنطه عشان يحط فيها كل اغراضه، وكايدي اول لما بتعرف بتقول له خلاص هاجي معاك، والكل كمان بيقولوا له احنا مش هنسيبك لوحدك، والستة دوما بيتجمعوا عشان يروحوا مع بعض، وكاوري بيكون من ضمنهم. وبعد شويه بيوصلوا على المول وبيلاقي الشنطه اللي هو عاوزها، وكاوري طبعا هي اللي اختارتها له، والواد بعدها بيشكرها عشان ساعدته، والبنت بتكون فرحانه جدا، وبيكملوا طريقهم وبيروحوا على مركز الالعاب، والواد ابو نضاره دوت بيشوف اللعبه ديت وبيكون عاوز يجربها ويطلع منها حاجه من جواها، بس هو زي حيلتها عمره ما هيعرف يجيبها، فيويا بيقول له ولا يهمك يا عم سيبنا نجرب كده، والواد بيستخدم قوته وبيقدر يحدد احسن نقطه ممكن يطلع منها الحاجه وبيطلعها على طول. ايه يا ابني سيب اي حاجه لحد بقى. وكايدي هي كمان خليته يجيب لها واحده، وكاوري طبعا ما سابتهوش وجاب للناس كلها، والكل كان مبسوط على الاخر. وبعدها بينقسموا الفرقتين، البنات هتطلع تشوف هدوم ليهم والولاد هيقعدوا على القهوه كالعاده، والدنيا كانت جامده على الاخر. بس الحلو مش هيفضل حلو طول الوقت يا صديقي، ومره واحده العيال بتسمع انذار وبيقولوا ان في حريق في الدور الرابع، وايوه هو ده الدور اللي فيه البنات كلها، والعيال بيجروا بكل سرعتهم ويروحوا على السلم عشان يسالوا الضابط اللي هناك، بس الضابط بيقول لهم لا انا ما شفتش حد فيهم خالص. والواد ده بيرن على كايدي والبنت بترد عليه وبتقول له احنا اتاخرنا فوق والنار حوطتنا في كل حته مش هنعرف نخرج خالص، ولسه ما بيكملش كلامها الخط بيقطع على طول. الواد ساعتها بيترعب وبيقول ليويا على كل اللي سمعه، وساعتها بطلنا بيجري بكل سرعته وبيطلع على السلم في ثانيه وبيوصل على دور الملابس وبيلاقي النار حواليه في كل حته، وبيفكر يعدي وينقذهم باي طريقه بس مش بيلاقي اي حل خالص، لكن على طول بتجيله فكره كده وبيستخدم طاقته السحريه وبيطلع منها هاله الميه اللي حواليه، والهاله دي بتحميه من النار وبتخليه يعدي وسطها بكل سهوله، وبيجي وسط النار فعلا وبيدور على البنات في كل حته، وهل هيقدر يلاقيهم من صاحبي ولا ايه؟ وبنروح عند البنات وكلهم كان اغمى عليهم ومفيش حد صحي غير كاوري، والبنت جسمها كله بيوجعها والاكسجين قل على الاخر وهيغمى عليها هي كمان، لكن بتسمع صوت جاي من بعيد قوي وبتغمض عينيها وكانت خلاص هتقع، بس بطلنا بيلحقها وبيستخدم قدرته وبيشوف اذا كان في حد موجود في المكان دوت غيرهم، لكن ما بيطلعش حد غيرهم. ويا حلاوه المفروض كده ياخد الثلاثه دمت وينزل بهم وسط النار، فهل هيقدر يعملها ولا ايه؟ ايوه هو ده الواد الجبار، بيشيل الثلاثه وبيحوطهم بالسحر بتاعه عشان ما حدش منهم يتاذى، وبيروح عند المخرج اليمين بس بيلاقيه مقفول، وبعدها بيروح عند المخرج الشمال لكن برضك بيكون مقفول. ايه يا جدعان هم هيتحبسوا هنا ولا ايه؟ لكن الواد بتجيله فكره ويبص تحتيه وبيقول ما عادش الا الحل دوت، وبيستخدم قدرته وبيقدر يدمر بقى الارض من تحته، وبيفضل
وبيفضل يكسر في الادوار لحد ما بيوصل للدور الارضي. ايه العظمه دي كلها يا ابني؟ والسلطه واصحابه وكل اللي كانوا واقفين بيكونوا مصدومين من قوته. ايه يا ابني انت خرمت ده كله ازاي؟ والواد ساعتها بيخبي عليهم وبيقول لهم هي اللي اتهدمت بيها لوحدها، والاسعاف ساعتها بتوصل وبتقدر تنقذ البنات. وبعد شويه بيوصل مدير المدرسه بيشكر يويا عشان انقذ بنته للمره الثانيه، وكاوري هي كمان بتشكره وكانت متاثره على الاخر، وبابا بياخدها في حضنه وبيقعد يطمن عليها. والواد ساعتها بيشوف المشهد دوت وبيكون متاثر على الاخر، وده طبعا لانه ما عندوش عيله ولا اي حد يطمن عليه، وبيرجع بيته فرحان عشان هو قدر ينقذهم، لكن حزين في نفس الوقت عشان لوحده. لكن هوبا نايتو بيجيله وبياخده بالحضن على طول، ورغم ان هو حيوان اليف لكن فاهم كل حاجه. وبس لحد هنا بيخلص الجزء الاولاني من الحكايه بتاعتنا. وما تنساش تصلي على سيدنا محمد واشترك في القناه واعمل لايك لو الفيديو عجبك، ويلا سلام.